صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم وعيد سعيد. النهارده احنا بنحتفل بالعيد زي ما متعودين، كل عيد لازم نحتفل مع الشعب المصري. هننزل للحدائق العامة وللمنتزهات علشان نشوف الشعب المصري بيحتفل ازاي، موجود ازاي في الاماكن ومطمن وحاسس بالامان. النهارده احنا بنقضي اول يوم في حديقة الحيوان. في ناس كتير قوي من الشعب المصري بيحبوا يقضوا العيد جوه حديقة الحيوان. هنتقابل مع الناس ومع الأسر المصرية وكمان مع المسؤولين جوه الحديقة، وهنشوف ليه حبوا انهم يقضوها مع الحيوانات في حديقة الحيوان. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنبدأ لقاءاتنا من داخل بيت الفيل. هنشوف الفيل، كل الناس الحقيقة بتبقى حابة انها تكون موجودة تتعرف على تاريخ الفيل الآسيوي. هنتعرف على الموضوع ده من جوه بيت الفيل، تابعونا. هنشوف دلوقتي اول لقاء معانا مع المسؤول الكبير في الحديقه. اهلا بحضرتك يا دكتور عصام. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزين نبدا كلام مع حضرتك. كل سنه وانت طيب، استعديتوا ازاي للعيد الاضحى المبارك؟ طبعا كل الاجازات والراحات لجميع العاملين، ومسخرين وقتهم وتواجدهم مع اسرهم، التواجد هنا في الجنينه نتمشى واحنا بنتكلم الزوار وتأمينهم وراحتهم يعني، وامتاعهم في الحديقة إن شاء الله، ويكون عيد سعيد ليهم وللشعب المصري كله بخير يا رب ان شاء الله. يعني الاسر انا شايفه الكثافه، احنا كنا موجودين مع حضرتك في العيد الصغير. وكان في عدد زياده طبعا لان مفيش ذبح ومفيش ارتباطات اسريه اكتر في العيد ده، فعشان كده مفيش زوار كتير. لكن برضو ما زالت الاجازات ملغيه، في حرص وفي تواجد امني طبعا. تواجد امني طبعا، تنسيق مع مديريه امن الجيزه، جميع ادارات الشرطه متواجده لتامين الزوار وان هم يشوفوا راحتهم يعني وامتاعهم ان شاء الله في الجنينه. استعدادات الجنينه بقى، يعني ايه اللي بتعملوه مختلف عن الايام العاديه؟ هو يعني طبعا بالنسبه للسلات المهملات بننشرها في الجنينه، وده يعني لتسهيل عمليه النظافه المستمره بالنسبه للحديقه. زودنا عدد المقاعد بالنسبه للجمهور ونشرناها وقعدنا توزيعها في الاماكن اللي فيها تكدسات. برضو الحقيقه اهتمينا بالمسطحات النباتيه والاشجار، حتى الجنينه تظهر في ابهى صورها كعرس ليها لاستقبال الزائر يعني. سمعت ان في اخبار جديده عندكم بمناسبه يعني مع تزامنت مع العيد. ايه اللي حصل في الحديقه؟ احنا استقبلنا فهد الصياد، ودوت كان مش متواجد في الحديقه منذ 15 عام. الحقيقه استقبلنا ذكر وانثى، وكنا من شهرين بنجهز المبايت بتاعته بحيث انها تتوافق طبقا للمعايير الدوليه لاستقباله، ليتكيف بسرعه بالنسبه للبيئه المصريه، والحمد لله تم تكيفه وظاهر في ان شاء الله في الجرة بتاعته، ويمتع الزوار ويزيد من ثقافتهم بالنسبه للمعرفه بيك بالفهود يعني على مستوى. كل الناس بتبقى جايه حديقه الحيوان عشان تشوف الفيل والقرود والزرافه. في زرافه عندنا في الحديقه؟ ايوه يا فندم، في زرافتين ذكر وانثى موجودين ومتمتعين بصحه جيده، ويا رب ان شاء الله ننجح في اكسارهم يعني هنا داخل الحديقه. وتعتبر الزرافه من نجوم الحديقه، زيها زي الفيله نعيمه يعني، وبرضه دي بتسعد الجمهور الكبار والصغار. وبالنسبه للكاريتا برضو الاطفال هنا بيستمتعوا بيها في منطقه التسليه بركوبها والدوران حول الفيل يعني. طيب انا هستأذن حضرتك نعمل لقاءات مع الاسر اللي بتحتفل بالعيد، وكل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا بيكي واهلا وسهلا بالتلفزيون المصري وبشعب مصر كله. شكرا يا فندم. اتعرف بيك، قول لي جاي جنينه الحيوانات النهارده اول يوم العيد؟ يحتفل بيوم العيد يعني، وهي صراحة يعني منطقة نظيفة وحلوة، فجاي من الشرقية هنا مخصوص. جاي من الشرقية تحتفل بالعيد، كل سنة وانت طيب. أول مرة تيجي الحديقة ولا جيت قبل كده؟ جيت قبل كده السنة اللي فاتت. ايه الفرق؟ يعني شايف ان في تطور في الحديقة، في حاجات جديدة، في نظافة، قول لي ايه جديد؟ طبعا في حيوانات زيادة، وفي حاسس ان احسن من السنة اللي فاتت. كل سنة وانت طيب.
حضرتك تعرف بيه؟ محمد كحلاوي ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. والصغنن اللي اسم اسد ده اسمه ايه؟ مازن. اسمه ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. حضرتك المدام اسم حضرتك؟ مدام فاطمه. مدام فاطمه، قولي لي اول مره تيجي الحديقه ولا جيتي قبل؟ جينا كتير قبل كده. ايه الفرق يعني المره دي وانت جايه لجنينه الحيوانات في عيد الاضحى المبارك، شايفه ايه الفرق؟ لا صراحه في تطورات كتير جدا وكل الحيوانات موجوده ونظافه واشكال جميله جدا يعني صراحه. شايف ان الحديقه نظيفه في امان يعني مش قلقان وانت نازل مع اهلك؟ الحمد لله يعني ربنا يدوم الامان على مصر. الحمد لله كل يوم في امان اكتر وكل يوم في تطور والحمد لله. يعني احنا دلوقتي بصراحه يعني الامن كان في كل حته مال الدنيا دلوقتي، فالحمد لله نعم الحمد لله ربنا يكرمنا ويدوم الامان على مصر. يعني اكتر مكان الاطفال بيحبوه ايه؟ بيحبوا الملاهي طبعا. لا انا قصدي جوه الحديقه. في الحديقه طبعا بيحبوا يروحوا عند الاسد والزرافه وبيت الفيل وبيحبوا يتفرجوا على كل الحيوانات. كل الحيوانات. طب والكبار اكتر مكان بيحبوا؟ لا الكبار احنا وراهم احنا ماشيين معاهم هم اساسا. كل سنه وانتم طيب. انت بالصحه والسلامه. هنكمل لقاءاتنا مع الاسر المصريه. اتعرف بحضرتك؟ احمد السيد. استاذ احمد، ليه جاي تقضي العيد اول يوم في جنينه الحيوانات؟ والله متعه وترفيه يعني. الاولاد بيبقوا مبسوطين في الجنينه؟ والله بيبقوا سعداء جدا وهم اللي قاعد حيل عايزين يجوا الجنينه والله. عايزين نروح الجنينه وانت بتمتثل لاوامرهم وخصوصا في العيد. احنا ورا الاطفال، احنا هنعمل ايه يعني؟ احنا عايزين نقضي لهم يوم حلو بس. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك اتعرف بيه؟ محمد عمر اسماعيل. استاذ محمد، حضرتك جاي لوحدك ولا مع الاسره؟ لا مع الاسره طبعا. وجايين نقضي يوم في حديقه الحيوان والنهارده شفناها بصوره زاهيه. وكل سنه وانتم طيبين وعلى الشعب المصري بخير يا رب. وانت طيب. يعني اول مره تقضي العيد في جنينه الحيوانات ولا جيت قبل؟ باجي باستمرار بس النهارده طبعا انا شايفها بصوره زاهيه وفي امن وحاجه طيبه للشعب المصري وجميع الامه المصريه يا رب. كل سنه وانتم طيبين. اتعرف بيه؟ ربيع ان شاء الله من الشرقيه، ودي تاني مره اجي فيها الحديقه، وفي تقدم كبير ان شاء الله وفي امن وامان وشرطه ماليه الحديقه زي ما انت شايفه، والاطفال كلها مبسوطه والحمد لله يعني. الناس في العيد بتستغل الاجازات وبتروح الاماكن المفتوحه، وخصوصا ان الجو اليومين دول لطيف مش ساقعه ومش حر، فيعني ليه اخترتوا جنينه الحيوانات؟ عشان مكان مفتوح ولا عشان الاطفال تتبسط ولا يعني قول لي ليه؟ اولا المكان مفتوح والاطفال بتنبسط فيه وكله امان يعني الحمد لله. الحمد لله. وانتي قولي لي اسمك ايه؟ مدام رانيا. مدام رانيا، كل سنه وانتي طيبه. طيب. قولي لي عندك قد ايه اولاد؟ معايا 4. كلهم مجمعين على حديقه الحيوان أولاد. ايوه. وانتي داخله حسيتي ان انتي داخله مكان نظيف هتتبسطوا فيه؟ هتقضوا قد ايه وقت قاعدين هنا لغايه الساعه كام؟ ان شاء الله على الساعه 5. يعني لغايه الصفاره. ايوه. هتلفوا الحديقه كلها؟ اكتر مكان يعني انتوا رحتوا فين من ساعه ما دخلتوا الجنينه؟ خشينا عند بيت القرد وعند العصافير. طبعا الاطفال بيودونا طبعا. هم اللي ماشيين. ممكن ما بيقولوا احنا عايزين نروح في الحته الفلانيه بنروح. كل سنه وانتوا طيب. طيب. وانت طيب. مين نتعرف على مين تاني؟ الحقيقه الاسر المصريه موجودين. صباح الخير يا فندم. ايمن خالد من اهل اليوبيه يا فندم، وجاي اقضي يوم سعيد من بعد ما شفت ان خلاص الامن رجع تاني والعمليه بقت كويسه، وشايف الامن في جميع انحاء الجنينه. حتى اولادي هم اللي خلوني اجي عشان خاطر اقضي اليوم السعيد ده معاهم النهارده. واحنا بنشكر تلفزيون المصري وبنشكر حضرتك وبنشكر السيسي كمان. طبعا. قولي اسمك ايه؟ اسمي ايمن خالد. ايمن، اول مره تيجي الجنينه ولا جيت قبل كده؟ اول مره خالص. طب ايه اكتر حاجه عجبتك؟ اكتر حاجه عجبتني كان الاسد والتعبان والنسناس. النسانيس. يعني دول اكتر حاجه عجبتك. لما ترجع بقى المدرسه هتحكي لهم انك رحت قضيت العيد في جنينه الحيوانات؟ وانت اسمك ايه؟ محمود، اكتر حاجه عجبتك ايه؟ الاسد والنمر. الاسد والنمر. طب وسيد قشطه اخباره ايه؟ هيعجبك قوي. كل سنه وحضرتك طيبه. قولي لي اسم. يا فندم اهلا وسهلا بيكي. انا ايمان الحسيني من مدينه بدر طريق مصر السويس. اهلا بيكي. جايه برضو تقضي العيد في جنينه الحيوانات. يعني عايزه اعرف ليه الاسر المصريه حابه انها تبقى موجوده في حديقه الحيوانات اول يوم العيد؟ الطفل بيعتبر ان دي اللعبه الكبيره بتاعته، يعني هو دايما ياخد الدومه يلعب بيها على هيئه حيوانات. هنا بقى الحقيقه الحيوان على حقيقته فبيحب يتعامل معاه. وانتوا مبسوطين معاه؟ طبعا. طب الحمد لله. اكتر حاجه عجبتك ايه؟ يعني بما انك جيتي اكيد قبل كده، يعني شايفه ايه التطور وما جيتيش اول مره؟ هم الولاد بقى اللي حضرتك تساليهم ايه اللي عجبهم بقى. طب اكتر حاجه عجبتك؟
انا بحقيقه انا عجبني ان في حيوانات جديده. كنا جينا قبل كده فتره ولقينا ما فيش حيوانات كتير، لا المره دي في كتير بسم الله ما شاء الله. حاسه بالامان مطمنه؟ يعني انا شايفه، انا من وجهه نظري شايفه العساكر موجودين في الجنينه، كل ما انت ماشيه شايفه في امن. عارفه هو سياده الرئيس بصراحه من ساعه ما مسك زرع فينا الامان، حتى يعني العساكر اخواتنا وحبايبنا، لكن احنا خلاص اطمنا، احنا ماشيين في كل حته دلوقتي مطمنين. الست كانت زمان بتبقى ماشيه قلقانه ومتضايقه وخايفه، والبنت كذلك، لا انا النهارده مش خايفه من حاجه خالص، يعني بجد ربنا يحمي يا رب ويخليهم من كل اعدائه يا رب يا رب. قول لي، اول مره تيجي الجنينه ولا جيت قبل؟ لا انا ثالث مره كده اجي الجنينه. بس اول مره في العيد ولا كل عيد موجود؟ لا يعني العيد اللي فات بتاع الكبير ده كنت موجود بس، ولا الصغير ما كنتش موجود. بس انا باجي يعني من حكم بس ان ابني لما بيشوف قناه ابو ظبي في التلفزيون ويشوف الحيوانات فبيحبها. عندنا عالم الحيوان كمان يوم الجمعه في التلفزيون المصري، فبيقوم جاي فيقول لي وديني الجنينه. فالاسد بيعمل ازاي؟ والكلب كل سنه وانت طيب. والقطه نو. طب والقرد بيعمل ازاي؟ ده احنا هنتنطط. بيعمل ازاي؟ لا القرد بيعمل ازاي؟ الاطفال بيبقوا مبسوطين بالعيد، كل سنه وانتم طيبين. قولي لي اسمك ايه؟ ازيك انت؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. جايه تعملي ايه في الجنينه؟ من الصعيد، من جزيره راجح. ايه اللي جايبك بقى في العيد؟ جيت انا يعني متجوزه هنا، بس يعني حابه اشوف الجنينه كده واتفرج على الحيوانات وكده. يعني اول يوم بيبقى فسح مع الاسره، وبعد كده نبدا نروح نعمل الزيارات العائليه. ايوه الحمد لله يعني، وانا مبسوطه اني شفتكم، مبسوطه يعني بيكم قوي، والحمد لله وربنا يصلح الحال ان شاء الله. قولي لي العيد في الصعيد شكله عامل ازاي؟ حلو برضو بالعيله وبالناس يعني بتقعدوا اول يوم بعد الذبح بتعملوا ايه؟ تقعدوا تقطعوا اللحمه وتقسموها عشان التوزيع، وبعد كده بقى العيد في الصعيد يعني احكي لي. احنا العيد في الصعيد يختلف يعني، احنا بنطلع زياره للمقابر يعني، بنطلع لازم يعني الناس تروح اللي ما يزورش الميت بتاعه يعني الميت بتاعه يزعل يعني، ما ينفعش يعني لازم زي ما احنا بنحتفل نفتكر امواتنا طبعا وناخد. بس هي عادات يعني، هو غلط بس دي عادات. بس انا لما جيت مصر بقى يختلف الحياه، هنا تختلف، في حريه اكتر طبعا، هنا ما فيش خالص يعني، هناك ما فيش خالص، لكن هنا وهنا في جنينه الحيوانات وبتتبسطوا مع جميله، والاولاد بيتبسطوا يعني، حاجات حلوه. بس هي نعم فيها حيوانات كتيره، مش ما فيهاش حيوانات كتير يعني، بس يعني مش قد كده برضه، والامن برضه مش قد كده يعني. ليه بس؟ ليه الامن مش قد كده؟ البلد مش زي الاول برضه. طب يعني انت وانت ماشيه في الشارع دلوقتي مش بتبقي شايفه تواجد للعساكر وعساكر المرور؟ وفي بيقلق برضه يعني، برضه شيء بيقلق ده يعني، لما ما نلاقيهمش نقلق ولما نلاقيهم نقلق، بس برضه لما يبقوا موجودين نبقى مطمنين. قولي لي هتتكلمي في تليفون ولا هتكلميني؟ قولي لي كل سنه وانت طيبه. طيبه عامله ايه؟ كل سنه. بتعملي ايه في جنينه الحيوانات؟ الحمد لله جميله والله، وجايه افسح العيال وجميله وفيها حاجات حلوه قوي. قولي لي ايه الجديد بقى؟ يعني اكيد جيتي قبل كده، شايفه ايه جديد في الحديقه؟ حاجه جميله والله حاجه جميله، ربنا يخلينا السيسي يا رب. حاجه حلوه كده وحاجات باينه حلوه ان هو السنه جايه. الولاد بيتبسطوا في الجنينه؟ الحمد لله مبسوط خالص والله. انت مبسوط؟ شفت ايه في الحيوانات؟ كل حاجه. كلهم؟ ايه اكتر حاجه عجبتك؟ الاسد. مش بتخاف منه لما بيجي يعمل الصوت بتاعه كده؟ ما بدك كده عامل زي الاسد. وانت عايزه تتصوري، قولي لي كل سنه وانت طيبه. اسمك مروه. مروه، ايه اللي انت رسماه على وشك ده؟ مروه فراشه؟ حلوه قوي، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. لسه الاسر المصريه موجوده كبار وصغيرين. عايزه اعرف حضرتك عندك قد ايه اولاد؟ عندي 3 اطفال، بنتين. 3 كلهم جبتهم الحديقه النهارده عشان يتبسطوا؟ كلهم ان شاء الله عشان يعيدوا وينبسطوا ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي اول مره تيجي الجنينه ولا جيتي قبل كده؟ اول مره. اول مره خالص. طب ايه اكتر حاجه عجبتك؟ خلاص خليك انت. كلها حلوه والله. كلها. طيب يعني ما فيش مثلا حيوان معين بتشوفيه في التلفزيون لما شفتيه على الحقيقه لقيتي الدنيا مختلفه؟ فيل. يبقى كبير في التلفزيون بس هنا. ايوه هنا اكبر. حاولتي تاكليه وشفتيه وهو بقى واقف والحارس بيخليه يرفع الزلومه والحاجات دي؟ يعني ما شفتيش الكلام ده قبل كده؟ لا دي اول مره انا بدخل جنينه حيوان في مصر. وبشوفتي منين؟ انا سوريه. سوريه؟ عندكوش جنينه حيوانات في سوريا؟ لا في طبعا في. ايه الفرق بقى بين؟ الفرق دي اكبر.
لكن نفس الحيوانات هي اللي هنا هي اللي هناك؟ لا نفسها وفي زيادة يعني كمان، يعني تقريبا كل الحيوانات اللي في الدنيا موجودة بسوريا. طب الحمد لله. قولي لي بقى، بما انك اول مرة تيجي حديقة الحيوان عندنا في مصر، بتحكي ايه لاصحابك؟ يعني هتقولي لهم ايه على جنينة الحيوانات اللي ما راحوهاش؟ هقول لهم روحوا وانبسطوا، حاجة حلوة هنا بمصر. قولي لي، حاسة بأمن وأمان في مصر؟ يعني وانتي نازلة أول يوم العيد ما خفتيش؟ لا والله، إن شاء الله بيضل الأمن بمصر دايما يا رب، بعم الأمن والسلام على جميع الدول العربية يا رب. إن شاء الله إحنا وانتوا والدول العربية كلها. هنشوف بقى حارس الفيل، يعني هو من الشخصيات المهمة جدا النهاردة، لأن كل الأطفال بتتعامل معاه وكل الأسر بتيجي تبقى عايزاه يأكل الفيل. هنتعرف عليه دلوقتي. يقول لي اسمك إيه؟ كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة. ونعيمة. ولا دي كريمة. كريمة، رئيس الحديقة قال لي نعيمة. قول لي، الأطفال في العيد بيحتفلوا لازم مع الفيل؟ إن شاء الله كل الأطفال بتحب الفيل وتحب تأكل الفيل وتحب تلعب مع الفيل. وانت بقى لازم اول يوم العيد تبقى موجود هنا، مش بتعيد مع اسرتك، بتعيد مع الاطفال؟ والله حضرتك انا مقصر مع اولادي جامد. انا بطلع من بيتنا الصبح الساعه 5، يوم العيد بالذات بطلع بدري عشان اجي بدري عشان اخلص شغلي واجيب حاجتنا ونقف عشان الاطفال والناس الحلوه. ايوه طبعا، ده موسم بقى فما فيش اجازات. ما فيش اجازات، لا والله ما فيش اجازات ولا راحات. معلش، بس انت برضو مبسوط مع الشعب المصري يعني؟ والله مبسوط جدا جدا جدا. الحمد لله، احنا مبسوطين بيك. عايزاك تقول لي، الجنينه في اول يوم العيد بتبقوا عارفين ان الناس هتيجي كتير والدنيا هتبقى زحمه، بتستعدوا ازاي؟ بنستعد كل حاجه، لكل حاجه بتتعمل قبل العيد، بس حاجات بتتعمل، كل حاجه بتتنظم بتتعمل كل حاجه بتبقى جاهزه عشان العيد بالذات. التواجد الامني في الجنينه بيطمنكم، بيحسسكم ان انتم مطمنين اكتر؟ موجود والله، الامن وكل حاجه موجوده. الفيل بيعمل ايه؟ عايز اكل بطاطايه. عايز اكل بطاطا دي. حلو والنبي. ايوه خليها تحت كده عشان نعرف نتكلم. كنا بنتكلم على التواجد الامني، وبتقولي ان انت مطمن والناس بتبقى جايه مبسوطه وبتحتفل بالعيد. بعد بقى العيد ما بيخلص العدد الناس بيقل، وخصوصا ان في مدارس بتبدا الشغل يبقى بسيط. لا الشغل برضه حضرتك برضه الشغل يبقى حلو، يبقى في ناس برضه متواجده، الناس بتحب تطلع تتفسح، في ناس بتنام في بيوتها بتحب تطلع تتفسح جامد يعني. كل سنه وانت طيب. احنا كان لقاءنا دلوقتي من بيت الفيل، هنرجع لماسبيرو وبعدين نرجع نعمل لقاءات تاني. وكل سنه وحضراتكم طيبين ودايما في امن وفي امان.